وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. سڵاو هاوڕانی خۆشەویست بەخێر بێنەوە ڤیددیۆیەکی تر لە فیفا 23 جارش پێشبینی ئێمە بۆ یاریەکەی پاریس و بایرن زایگین چۆنە بێ، خۆمان پاریسمان هەڵبژاردووە، جا ئیشەڵا لیانە بینەوە کاپتنمان میسیە. با بڕۆینە ناو یاریەکە درێژی پێنێن وەکو پیشگیریەک لایک و سەبسکرایب لە بیر مەگەندکە با بەردەوامی لە ڤیددیۆکانمان. با بڕۆینە ناو یاریەکە. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المباراة من ملعب حديقة الأمراء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق وسعيد بالتواجد معكم. مباراة اليوم تأتيكم ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة البايرن ميونخ. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الخصم، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. هذه هي يا ماني، تصدي سليم من دون روما. الكل يعرف قدرات ميسي، واعتقد ينبر فيها، انطلق فيها، راح الله على حارس المرمى على هذا التصدي، اي تألق واي ابداع. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. ديليخت ملعوبة إلى ساديو ماني، تدخل ممتاز هنا. مبابي، إتاحة الفرصة من الحكم والكرة مع البي اس جي، والتصدي في منتهى الروعة. نيمار بيرسل الكرة في 18. رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، تصدي رهيب من حارس المرمى. الخطورة قائمة بعد فشل في الإبعاد. انتهت الخطورة وينتهي التهديد. سيرجي جنابري، ساديو ماني، اعتراض ناجح في توقيت مثالي. نيمار، الحكم يتدخل في هذه اللحظات ويحتسب ضربة حرة لمصلحة البي اس جي. الحكم يكتفي بالإنذار الشفوي، كان ممكن يرفع البطاقة في اللقطة الماضية، لكن حذر اللاعب في التدخلات القادمة. كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل، عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. توماس مولر، بتروح الكرة من البايرن، تحرك ممتاز من ميسي لفتح المساحات. باريس سان جيرمان يعد النادي الأنجح في فرنسا، وهو النادي اللي سيطر على الكرة الفرنسية في السنوات الماضية. فرصة هدف، أي فرصة كانت أمام توماس مولر لتسجيل الهدف الأول. اللاعب الألماني الكبير لم يعرف كيف يتصرف في هذه الفرصة ولم يتعامل بالشكل المثالي. كومان، جميل التسديدة، ركنية للبايرن وفرصة للتقدم في النتيجة. بيلعب التمرير أرضية،
كيميتش. الله على التدخل، ينهي كل الخطورة في داخل المنطقة. خطأ على البايرن. ماركينيوس وصلت لميسي، تدخل بشكل سليم. يا سلام على اللقطة. توماس مولر، مهارة كبيرة في التمرير. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية، والآن يفقدون السيطرة. نيمار بيلعبها عرضية لمبابي. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. يا بابا والله يبطلنا باصاتي هي دروس كرنيش هالناصن وكله. ويحاول التحامل على نفسه في هذه اللحظات، لكن المدرب راح يستبدله في أقرب فرصة. رمية تماس. توماس مولر. كومان. بايرن ميونخ ونقلات وتمريرات ممتازة، لكن خلاص انتهت. ضاعت الهجمة قبل أن تشكل خطورة. مع الصافرة نخرج إلى الاستراحة ما بين الشوطين. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدوري المجموعات في دوري الأبطال. تدخل قوي يتسبب في رمية تماس. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. بس أنا بالروازق باشا. سيرجي جنابري يتوغل إلى قلب الملعب. ما رايحة في والله يزوروا أسمنا يا نار. نازم بوا ناجي قاعد أخونا بيد يزال زولين دولنا بدمي. أبي بدنا نشتغل. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. نيمار وصلت الكرة إلى كيمبيمبي. مبابي بالكاد يوجد تسلل في هذه اللقطة. واضح ان اللاعب مو قادر يواصل هذه المباراة بسبب الإصابة. هجوم من البايرن. بايرن ميونخ ونقلات وتمريرات ممتازة. والله يعوقب هذا هدف ثاني يأتي سريعا يعزز التقدم ويجعل النتيجة مريحة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. ليونيل ميسي والله لا نمشي لك مين جايزين شيء يعني أنا دروسي قاعدين باصات. يشتت الكرة في هذه اللقطة. نيمار. الله على الإنقاذ، يمنع الخطورة في هذا التوقيت. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. كرة باتجاه المرمى وجدت الحارس بالمرصاد. بايرن ميونخ يجري تغييرا في فريق الآن. سابيتزر بيسدد الآن والحارس يتصدى للتسديدة. أداء رائع حتى هذه اللحظة تثبت هذه الأرقام والإحصائيات في المباراة.
تتكلم عن الشكل الهجومي القوي، تتكلم عن فرصة بعد فرصة، عن استغلال جيد لهذه الكرات، تتكلم بأن الأمور تسير على ما يرام حتى هذه اللحظة في المباراة. إصابة واضح تأثيرها عليه في هذه اللحظات. تبديل يتم الآن في صفوف نادي بايرن ميونخ. كيميتش، فرصة مع مولر. يا سلام على التصدي، تصدي ممتاز، يوقف خطورة الكرة ويمنع التسجيل هنا. إلى ماتياس دي ليخت، مرة أخرى إلى سانيه. دفاع حديدي، خلصوا الكرة. يستمر التقدم للأمام مع التفكير في الخطوة القادمة. الآن فرصة للتسجيل ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. ماني راحت إلى سابيتزر. اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة. كرة سهلة يمسكها حارس المرمى. وميسي في شخم نارو وإمبابي في شخم نارو. توماس مولر والله ينهزم الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مجهود. لا درس ياخذ زود هنا. مراوغة ممتازة هنا. المراوغة تفشل في المرة الثانية بعد مساندة دفاعية تنتهي الخطورة. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. 8 دقائق ويطلق حكم المباراة فترة النهاية. ضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ ضربة حرة للبايرن. بايرن ميونخ يقوم بالتغيير في هذه اللحظات. كومان لورو الثاني. ماني تقدم بثبات نحو المقدمة. ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على التصدي لهذه الكرة. ركنية أخرى. كيميتش بيلعب للضربة ركنية في منطقة الجزاء. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. والآن هدف تقليص الفارق. يا لها من لحظات. هل نشهد الآن تعادل؟ والله يبغى الاستخدام هجومي كامل. نعم. إعادة لهدف تقليص الفارق مشاهدينا، والذي يعطي بصيص الأمل في الثواني المتبقية من عمر المباراة. أعتقد إذا جاء التعادل فإن السيناريو المباراة لن يمحى من ذاكرة الفريقين، لأن الأمر يأتي الآن فاصلة نهاية المباراة لتعلن خسارة البي اس جي في أولى مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. لا تنطلق الآن المباراة. ئاڕێنە خۆشەویستاتینە کۆتایی ڤیدۆکەی وەدارمە دڵتان بێ وەک بینیدا پاریس لای ئێمە دووەڕە. ئەو خۆشی گۆڵە لە دواوە بوو، ئەو یعنی سێوێک دووەڕاوە بەحساب لە هیوادارم وانەوێ پارێزی باتۆیشتە. یا ڤیدۆیەکی تر و پارتێکی دەخواتان لەگەڵ هەر لە خۆشییا بن. خوا حافظ.